التصريحات العراقية التركية المتبادلة. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور فارس الخطاب المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور أهلا الخطاب. وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا. أيضا معي عبر الهاتف سيد حسن أبو هنية المحلل السياسي والاستراتيجي يتحدث معنا من عمان. وأبدأ معك سيد أبو هنية بعد الترحيب بك، يعني برأيك يعني هذه الخلافات، طبيعة هذه الخلافات، لماذا وصلت إلى هذا الحد، حد التراشق ما بين رئيس الوزراء التركي والعراقي؟ أعتقد بأن هناك إشكالات كانت منذ فترة بعيدة، ليس الآن، ولكن مع قرب موعد تحرير أو معركة ما يسمى تحرير الموصل تصاعدت الخلافات. نعلم بأن هناك إشكاليات حول إدارة المدينة فيما بعد ما يسمى مرحلة داعش، وبالتالي هناك خشية تركية من تأجيل النزعة الطائفية، ومع وجود قوات عديدة سواء كانت في إطار التحالف الدولي، سواء كانت أمريكية وبريطانية وفرنسية وغيرها من القوات، ومع وجود الحزب الشعبي الذي هو يقع تحت إشراف قاسم سليماني وبالتالي إيراني. فتركيا كانت قد أنشأت قاعدة العشيقة بشكل قبلها يعني وقت طويل، وبالتالي كانت هناك موافقة حكومية وهو يعمل بالتنسيق مع الجانب الكردي، وبالتالي مع قرب معركة الموصل التي افترض أن تنطلق نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم، يبدو أن جميع الأطراف يريد أن يحدد ربما ما هو مستقبل هذه المدينة وتحت أي سيادة ستخضع. وهناك خشية ربما من أطراف عديدة، سواء من الطرف العراقي الذي الحكومة المركزية من أن كل هذه التوصيات بالنسبة له أن تذهب سدى، وبالتالي المدينة تذهب إلى توجهات لا ترغب بها الحكومة المركزية، وبالتالي هذا يقع في إطار التنافس والصراع الإقليمي، سواء كانت بين إيران وتركيا أو بين الصراع القوى الداخلية، لأنه شاهدنا هناك من بعض اللهجة الطائفية قائد عصائر الحق الخزعلي كان يتحدث عن ثار الحسين ومن قتل في الحسين في الموصل، وبالتالي أعتقد أنه هناك محاولة من الأتراك على الأقل أن يكونوا شركاء في هذه العملية لكي يكون لهم أيضا خصة في أي مرحلة انتقالية. نعم. طيب دكتور فارس الخطاب، يعني استمعت إلى جزء من الحديث، ربما يعني صراع إقليمي يتعلق بالنفوذ، يتعلق بمرحلة ما بعد داعش، ما بعد الموصل، صراع حول داخلي أيضا في الأطراف العراقية ما بينها البين. برأيك هذا الآن الذي حصل ما بين الحكومتين العراقية والتركية أخذ مدى أبعد من المطلوب أم هو طبيعي برأيك؟ هو ليس طبيعيا طبعا، ولا أستطيع أن أقول أخذ أكثر من المجال الذي يجب أن يأخذه، لأنه يعني قابل الأيام سيشهد تطورات أدق وأخطر ربما في هذه المواجهات، خاصة بعد ما تحدث الرئيس التركي بشكل صريح عن وجهة النظر التركية في موضوع وجود قوات على الأرض العراقية وفي موضوع المشاركة بحرب الموصل التي يمكن أن تقع خلال الأيام المقبلة بشكل واضح. هذا الموضوع الحقيقة موضوع يتعلق بالأمن القومي التركي من وجهة نظر تركيا، ويتعلق بالسيادة العراقية من وجهة نظر الحكومة العراقية. لكن موضوع السيادة إذا ما ناقشناه فإن عليه جدل كبير. الجدل الأول أن هذه القوات موجودة منذ فترة طويلة، وأن الحكومة العراقية منذ حوالي 9 أشهر أو 10 أشهر أثارت هذا الموضوع، أثارته بشكل أيضا مشابه لهذه الفعاليات الحالية، لكنها عادت وسكتت عن الموضوع لحين هذه المرحلة الدقيقة والمهمة، والتي تجري فيها استعدادات كبيرة من كل الأطراف لخوض معركة الموصل بنجاح. أعتقد أن الموضوع مبرمج بشكل دقيق من قبل الحكومة العراقية، مدفوعة من قبل إيران لموضوع إزاحة تركيا من المعركة وإزاحتها من أي حضور في هذه الحرب المقبلة، وفي أي توازن إقليمي من حيث القوة وعقائدي من حيث المذهب لنصرة أهل الموصل أو لنصرة
الموقف الخاص لا يتعلق بالمنطقة. بالسيادة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود التدخل الإيراني موجود في العراق ووجود ميليشيات مختلفة أيضا. يعني هل الموقف هو سياسي فقط كما أشرت بدفع من إيران؟ تماما، وقطعا لا علاقة له بالسيادة، لأن كما ذكرت لك الموضوع موجود منذ فترة وأثير منذ فترة، ثم أعيدت يعني القضية إلى رفوف النسيان أو الإهمال. الآن يعني ما يعاب على إثارة الموضوع الآن أن الجميع الظروف يجب أن تكون موائمة لخوض معركة ناجحة، أما أن يشغل الجميع بحديث جانبي وتحول إلى شخصي بدل ما يكون بين الدول بمستوياتها الدبلوماسية المعروفة، تحول إلى شخصي بين رئيس الوزراء العراقي وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أعتقد أن الموضوع موضوع مدفوع، وإذا ما قرناه بالتصريحات اللي صدرت من أمين عام منظمة عصائب أهل الحق أو منظمة أوس الخفاجي وغيرها من الميليشيات الشيعية، تحدثت بشكل أيضا متطرف وبشكل طائفي الحقيقة يستهدف القضية من الناحية العقائدية. هنا يبرز الدور التركي في محاولة خلق حالة من التوازن وخلق حالة من المكافأة أو القوة المعادلة للقوة التي تنوي إيران الدخول بها إلى هذه المنطقة. طيب جميل. سيد حسن أبو هنية، إذا كان يعني البعض يقول لا يحق للعبادي الحديث عن السيادة في ظل وجود قوات مختلفة داخل الأراضي العراقية، هل يحق لتركيا أن تلغي يعني سيادة رئيس وزراء على تراب أرضها؟ هل يجوز لها أن تتحدث بهذا المنطق أننا سنتحرك مثل ما نشاء ولا يحق لبغداد أن تتحدث؟ لا، هو اعتقد من الناحيه النظريه قد يبدو حيث العباديه محط بمعنى انه في النهايه سياده الدول، لكن يعني هذا هو المبدا الاساسي الذي قامت عليه يعني الدوله القوميه الحديثه، وبالتالي مبادئ القانون الدولي والامم المتحده، قضيه الحصانه السياديه وبالتالي المسؤوليه. ولكن نحن نعلم ان هذه في حاله العراق لا تبدو انها يعني تتمتع باي مصداقيه حقيقيه حتى على الصعيد النظري. حتى الولايات الامريكيه طالبت تركيا بان تكون اما ضمن التحالف او تاخذ يعني ان تكون بموافقه الدوله الاتحاديه. من الناحيه النظريه لا شك بان هذا صحيح، لكن عندما ننظر الى الواقع الميداني العملي في العراق هي ايضا تقول بان تم ارتداء حتى الحرس الثوري او ايران هو بموجب طلب رسمي، وكذلك ايضا قوات التحالف الدولي، وكل هذه القوات هي بإذن. من الناحيه النظريه هذا صحيحا، لكن على صعيد الواقع العمل الميداني من يصدق بان الولايات المتحده قد اخذت يعني تاخذ اذن الاعدادي او كذلك الفرنسيه والبريطانيه وجميع قوات التحالف الدولي وكذلك ايران. اذا يبدو انه هذا هو ربما ما جعل اردوغان يبدو غاضبا ويتحدث بلهجه مختلفه ليحدد بان اي سياده، الحديث عن اي سياده، وبالتالي هو يشكك في موضوع السياده بشكل اساسي، لانه ايضا يقول بانها ايضا هذه القوات لم تكن اصلا لم تدخل بشكل عشوائي، انما دخلت وفق اتفاقات وبشكل رسمي وباستدعاء يعني امر قانوني. ولكن من الواضح بان هذا التصعيد مع قرب موعد العمليه ما تسمى معركه تحرير الموصل جعل ربما كثير من الاطراف تريد ان تحصل على حصه او بعض الفوائد او المنافع في ما بعد هذه العمليه، وهذا ما شجع ربما العبادي على رفع الحديث حول، وكذلك حتى البرلمان العراقي ايضا. ولكن بالتاكيد ان تركيا لا تعبأ بكل هذا وتقول بان لها الحق، خصوصا حول قضيه التركمان وبعض مكونات السنه في داخل الموصل، والتي يجب ان تخضع لاداره يعني ليست هي الاداره الحكومه المركزيه المباشره. دكتور فارس، يعني هل ترى ان حديث تركيا عن
حماية حدودها سواء في شمال العراق أو في أيضا شمال سوريا من خطر داعش، عدم وجود يعني المنع وجود دولة كردية. هل هي هذه الأهداف الحقيقية المحركة لتركيا فيما يتعلق بتحركها في الموصل وقبل ذلك في شمال سوريا، أم أن المسألة تتعلق أيضا كما تحدث ضيفي وآخرين أيضا بتقاسم المنطقة، توزيع الأدوار في المنطقة بعد حل هذا الصراع؟ ربما هو بالدرجة الأساس الحقيقة هناك رغبة تركية في الحفاظ على أمنها القومي، ليس في الفترة الآنية فقط وإنما في الفترة المستقبلية. داعش يمثل مرحلة آنية بالنسبة لتركيا وبالنسبة لكثير من دول العالم التي تخوض ربما معارك مقبلة ضمن التحالف، لكن الخطر الغير آني اللي تعتبره تركيا مهم جدا هو مسألتين. المسألة الأولى قيام دولة كردية قد تطمع في إضافة مناطق كثيرة من الموصل إلى إدارتها وإلى سلطتها، وبالتالي تكون شوكة في خاصرة الدولة التركية. والعنصر الثاني هو تغيير ديموغرافي قد يحدث نتيجة حرب الموصل وتدخل إيران المباشر عبر ميليشياتها الكثيرة الموجودة في الحشد الشعبي وعبر الإدارة العراقية حتى. تغيير ديموغرافي يفضي أيضا إلى خلق منطقة تشكل تنافر يعني مذهبي وتنافر عقائدي وولاء إقليمي لغير طبيعة المنطقة الجغرافية والجيوسياسية التي اعتادت عليها سواء الدولة العراقية أو الدولة التركية طوال عقود من الزمن. إذن نحن أمام قضية الحقيقة، من جانب نحن لا نريد أن يدخل أي أجنبي للعراق دون موافقة الحكومة العراقية، وهذا ما هو متعارف عليه مثل ما تفضل الأستاذ حسن من الناحية الدبلوماسية والسياسية نظريا، لكن واقعيا لكن العراق فقد هذه المقومات، فقد مقومات الدولة عندما استباحت يعني عشرات الدول هذه الدولة التي يعني فقدت هويتها بعد 2003 استباحتها بكل الوسائل، بالطيران، بالقوات البرية، بالتجاوز على حقوقها، بملفات كثيرة. الآن نتكلم عن السيادة في ظل أجواء يعني قد تمتد إلى 48 ساعة أو 72 ساعة قبل المعركة الفاصلة. الحقيقة ولد إرباك لدى كل المشاركين في هذه العملية من جهة، وولد إرباك إلى الإدارة العراقية أيضا، لأن الإدارة العراقية تريد أن تنجز هذا الموضوع وتحسب إنجاز مهم لها في ضوء المعطيات التي حدثت في الأنبار وفي صلاح الدين وغيرها. نعم. إذن نحن أمام مشكلة حقيقية. المشكلة الحقيقية هي لتركيا أكثر مما هي للحكومة العراقية. الحكومة العراقية الحقيقة تدار من قبل جهتين، الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة، والطرفين أعتقد متفقين ضمنا أو علنا على إبعاد تركيا من المشهد وتقليم أظافر تركيا في الإقليم لصالح إيران ولصالح المشهد الإيراني والنفوذ الإيراني. إذن تركيا تعي هذا الموضوع وتعتبر الآن يعني شدت لهجة أردوغان أمس، شدة هذه النبرة واللهجة والعبارات القاسية التي اعتمدها، وهي كانت أيضا في جزء كبير منها انفعالية نتيجة معرفته العميقة بأن ما يجري الآن هو استكمال للمؤامرة التي فشلت قبل بضعة أسابيع. أستاذ حسن أبو هنية، هذا الاتفاق على استبعاد تركيا، ربما جاءت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية في هذا السياق دعت إلى التهدئة ودعت أن يكون أي تواجد تركي بموافقة عراقية وضمن التحالف الدولي. كيف يمكن لتركيا الخروج من هذا المأزق؟ البعض يطرح أن يجب على تركيا الحوار، مزيد من الحوار مع بغداد، ربما تنازل لبغداد لضمان مشاركتها في هذه المعركة. لا أعتقد أن هذا ممكن. يعني نحن نعلم بأنه كما أشار الضيف الكريم بأنه هي المشكلة أن هذا العراق ما بعد الاحتلال هو تم تصميمه بإرادة أمريكية بعد الاحتلال 2003، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي لا ترغب بتغيير كل أسس دولة ما بعد الاحتلال والتي أعطت فيها للمكون الشيعي السيطرة والسلطة شبه المطلقة، وأعطت الأكراد إقليم شبه مستقل، وفيما بقي السنة
هم يعني يعاقبوا بموقفهم من مقاومه الاحتلال في 2003، ولا تزال هذه الرؤيه هي ذات مشكله. وبالتالي لو هناك تغير واضح في الرؤيه الاستراتيجيه الامريكيه مع حلفائها بالتاكيد من ايران الان كلاعب اساسي في تغير حدود هذه اللعبه وتبرز عمليه استبعاد تركيا او محاوله استبعادها هو هذه النظره. وبالتالي نحن نقول بان اصلا مشكله تنظيم الدوله هو انعكاس لهذا حاله الاقصاء والتعنيف التي نفذت عن العراق ما بعد الاحتلال. وبالتالي لا يوجد هناك تغير واضح في هذه السياسه، يعني هناك فقط اكسسوار مما يسمى من قوات الحشد العشائري، بعض القوات المكونات السنيه العربيه التي هي ستدخل الموصل، بينما اكثر من 50,000 المقاتلين سواء من الحشد الشعبي او البشمركه او القوات العراقيه هي الاساسيه. وبالتالي هذا يشير انه لا يوجد هناك ثمه تحول تغير، وبالتالي سيهدد حتى في المستقبل عمليه الموصل. قد يتمكن فعلا كل هذه القوات الكبيره من اخراج التنظيم، لكنها لن تغير من الاشكال والاسباب العميقه التي ادت اصلا الى ظهور تنظيم الدوله الاسلاميه. وبالتالي اعتقد لو كان هناك تغير في الرؤيه الامريكيه وكذلك حتى الايرانيه التي هي تهيمن على قرار في بغداد وعلى حكومة العبادي، فبالتأكيد كان يجب إشراك تركيا، بل كان يجب استدخال تركيا في هذا الأمر. ولكن للأسف الشديد من الواضح أنه لا يوجد تغير. تركيا أعتقد أنها تحاول أن كما فعلت في درع الفرات، خصوصا تجرأت بعد فشل الانقلاب الفاشل في يوليو تموز الماضي، تحاول أن تأخذ بيدها يعني وليس بانتظار أوامر أمريكية ولا حتى يعني من الحكومة المركزية، وتأخذ الأمور كما فعلت في شمال سوريا في درع الفرات، تحاول أن تفعل ذات الأمر في الموصل الآن أو في العراق، لأنها تدرك أن قواعد اللعب قد تغيرت. وبالتالي إذا لم تأخذ هي روح المبادرة فسوف تجد نفسها يعني في النهاية خارج الحسابات. يعني ولكن يعني حتى مع يعني بعد ردة الفعل العراقية هذه التي تابعناها سواء على لسان رئيس الوزراء أو البرلمان أو أطراف في الحشد الشعبي والميليشيات المختلفة، هل تركيا قادرة على اتخاذ مبادرة كالتي قامت بها في سوريا يعني؟ اعتقد انه الان رجب طيب اردوغان وتركيا في افضل حالاتها، وبالتالي هي قادره على اتخاذ قرارات صعبه كما فعلت في عمليه درع الفرات التي هي كما تدون اذا حتى الولايات المتحده الامريكيه، بل على العكس على النقيض من رغبه امريكا في اقامه مثلا منطقه امنه والتحالف مع القوات السوريه الجديده بمعنى قوات حمايه الشعب البياديه والبي، وبالتالي تستطيع ان تتخذ ذات القرار. لانه في النهايه حديث بعض مكونات الحشد الشعبي او حتى الحكومه على انها تتعامل مع قوات تركيا باعتبارها قوه احتلال، لا اعتقد انه مجرد دعايه. نعلم ان حتى هذه القوات جميعا يعني لا تستطيع ان تفعل شيء دون قوات التحالف. هناك اكثر من 6000 خبير ومستشار عسكري وجندي على الارض امريكان، وهناك اكثر من 500 فرنسيين وكذلك بريطانيين. اذا اعتقد ان الامور اذا لم تاخذ الامر انت بهذه الصوره فلا يمكن يعني احد ان يعطيك شيء. طيب معنا ايضا عبر الهاتف الدكتور عبد الرزاق الشمري رئيس تجمع القوى العراقيه للانقاذ، تحدث معنا من اربيل. دكتور الشمري مرحبا بك. يا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ردود فعل مختلفه على تحركات تركيا ورغبتها في المشاركه في معركه الموصل، لكن ربما كلها جاءت في الاتجاه الرافض لهذا التدخل. هل يمثل هذا المشهد كاملا في العراق؟ والله صوتك غير واضح، يعني تعيد السؤال مرة ثانية. طيب دكتور الشمري سأعيد السؤال مرة أخرى. يعني التصريحات الرافضة للتدخل التركي جاءت من أطراف مختلفة، برلمان، حكومة، أطراف في الميليشيات الحشد الشعبي المختلفة. هل يمثل هذا الصوت الكامل في العراق؟ ماذا عن الصوت المؤيد للتدخل التركي في الموصل المكون السني بالتحديد؟ حقيقة ويمكن أن أفهم السؤال بشكل واضح، لكنني فهمت بأن سؤالك يدور حول موقف الشعب العراقي من مشاركة القوات التركية في معركة الموصل. أود أن أقول أنه فعلا أن الشارع العراقي الآن منقسم على نفسه، فالعرب السنة والإخوة الكرد هم الآن متفقون على ضرورة ومشروعية مشاركة القوات التركية في هذه المعركة. واليوم صرح
احد مسؤولي احد قاده جيش فارجه في اقليم كردستان، وقال ان مشاركه القوات التركيه هي مشاركه مشروعه، كون تركيا هي جزء من التحالف الدولي. اما الاخوه السنه العرب فكلهم متفقون على ضروره مشاركه القوات التركيه في معركه الموصل، لتحصل هناك عمليات توازن في مشاركتهم في الدول المشاركه في هذه المعركه، وايضا لكي تتلافى حقيقه الجرائم التي وقعت في من قبل الحشد الشعبي، والتي وقعت في بدءا من جبهة الصقر ومرورا بديالى وصلاح الدين وانتهاء بمعركة الأنبار والكلوجة. فإذا ما شاركت القوات التركية فإن مشاركتها تعني وضع حد مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الحشد الشعبي بين قوسين الميليشيات الإيرانية في العراق. طيب دكتور فارخ الخطاب، يعني هل تكرس هذه الآن هذا التدخل مزيد من الصراع الطائفي؟ أشار الدكتور عبد الرزاق الشمري هناك من يؤيد من العرب من الأكراد للتدخل التركي، وكان أردوغان حذر من أن قال أن تركيا لن تسمح بنار ودماء في المنطقة تعزز من الصراع الطائفي. لكن هل يأتي هذا التدخل لتكريس المزيد من الصراع الطائفي برأيك، أم يكون عامل لتهدئة؟ هو في حقيقة الأمر الرغبة التركية هي لتحجيم موضوع المشاحنات الطائفية أو الدم الذي يمكن أن يراق نتيجة هذه الأجندات التي وضعت بشكل مسبق من أجل الإجهاز على الموصل كمحافظة أخيرة أو كمنطقة أخيرة في العراق، وأن تكون ضمن مناطق النفوذ أو ضمن مشروع تصدير الثورة الإيرانية. أنا أتكلم بواقعية وليس بشكل أقصد بالهجوم على إيران، لكن هذا لا ينفي أنه لدولة إيران يعني مطامع خاصة في تصدير ثورتها كما تسميها هي، وأيضا لتركيا مشاريعها الخاصة في الحفاظ على أمنها القومي. لكن الآن أعتقد الخطوة المقبلة هو مزيد من الدم الذي يحمل رائحة طائفية سيكون مصدرها الميليشيات بحسب ما أطلقوا هم من تهديدات إلى أهالي الموصل وإلى القوات التركية بشكل مباشر. أعتقد أن حتى اليوم أوسل الخفاجي أحد قادة الميليشيات في العراق قال أن كل الشركات والأشخاص والأهداف والمصالح التركية في العراق أصبحت الآن هي في حالة خطر، وهذا الحقيقة ينفي وجود دولة عراقية يمكن أن تعبر عن موقف معين يحمي مصالح دول تضع استثماراتها في العراق أو مشاريعها. أعتقد أن الأتراك يراهنون على أن يحسموا الموضوع بشكل نهائي لا رجعة فيه. كثير من أهالي الموصل، وهذا أيضا موضوع ليس سرا، كثير من أهالي الموصل على تواصل ولديهم رغبة كبيرة في أن تكون تركيا قوات التركية بديل عن القوات التي تأتي لتحرر المدينة من داعش، باعتبار أن هذه القوات تحمل مضامين قريبة من مضامين شعب الموصل، وأنها لن تعبث بمقدرات أهالي الموصل ولا بمقدساتهم كما فعل الآخرون في مناطق أخرى في العراق. الموضوع موضوع متشابك، لكن أنا بتقديري تركيا عازمة على المضي في هذا الموضوع، والتصريحات الأخيرة لا رجعة فيها. السيد أردوغان لم يتهجم على العراق كما أشيع في كلمته أمس، وإنما هو تهجم على رئيس الوزراء الحالي، رئيس مجلس الوزراء الحالي السيد حيدر العبادي. هناك فرق بين الموضوعين. العراق ذو قيمة كبيرة لدى تركيا أكيد هذا، ولن يمنح هذه القيمة أردوغان أو غيره، لكن هذه واقع الجغرافيا السياسية الموجودة في المنطقة والتاريخ. نحن أمام مشهد خطير جدا، يعني كن أو لا تكون هذه المنطقة ستكون بؤرة لصراع شديد جدا، صراع دموي وصراع دولي، إضافة إلى تركيا وما يمثله العراق الآن من ثقل إيراني. سيكون هناك صراع شديد سيفضي أكراد العراق الآن، إقليم كردستان العراق ضمنا هو يقف مع تركيا في حفظ هذا التوازن، لأن هو يعلم أن المد المذهبي القادم من إيران سيطال إقليم كردستان لاحقا في حين تمكن من محافظة نينوى. نعم. سيد أبو هنية، يعني كيف يمكن أن يكون رد الفعل بالنسبة لبغداد وإيران يعني أمام إصرار
تركيا وأمام هذه التصريحات القوية ب يعني رغبة تركيا وإصرارها على المشاركة في هذه المعركة، كيف يمكن أن تتعامل مع بغداد ومن خلفها إيران؟ سيد حسن أبو هنية. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد حسن أبو هنية. أنقل السؤال للدكتور عبد الرزاق الشمري، ربما استمع إلي. دكتور الشمري. نعم. يعني كنت سألت سيد حسن أبو هنية كيف يمكن لبغداد أن تتعامل الآن مع هذا الإصرار التركي، بغداد طبعا ومن ورائها إيران، كيف يمكن لها أن تقبل هذا الإصرار أو تتعامل مع هذا الإصرار التركي على المشاركة في هذه المعركة، والذي يبدو أنه أن أنقرة لن تتراجع يعني. أخي الكريم، الكل يعلم بأن بغداد الآن هي مسلوبة الإرادة، والعراق الآن فاقد السيادة، ولذلك فالقرار ليس هو بيد بغداد، وإنما القرار يتحكم فيه عاصمتان هي واشنطن وطهران. فأنا أقول أن العراق ليس له أي دور، وأنا أستغرب كثيرا من كلام رئيس الوزراء عندما يخاطب رئيس الحكومة التركية ويقول سنواجهك بالرجال عن أي رجال يتحدث. والآن الكل يعلم أن الحكومة العراقية هي في أضعف مراحلها، وليتذكر رئيس الوزراء وليتذكر العالم ما هي مواقف الجيش العثماني أمام الصفويين. الكل يعلم أن الدولة التركية الآن هي الأقوى في المنطقة، وخاصة أن التحالف الدولي إذا ما دعم الموقف التركي واعتبرها فعلا هي شريكة في التحالف الدولي، فإن ذلك يعني أن مشاركة تركيا لا بد منها، وأن إيران وبغداد لا يستطيعان أن يفعلان أي شيء اتجاه مشاركة تركيا. ومشاركة تركيا الحقيقة نحن نعتبرها أمرا ضروريا، لأن مشاركتها تعني وضع حد للجرائم التي يريد حقيقة الحج الإيراني أو الميليشيات الإيرانية تكرارها في معركة الموصل. طيب شكرا جزيلا دكتور عبد الرزاق الشمري، رئيس تجمع القوى العراقية للإنقاذ، حدثنا من أربيل. عاد إلينا مرة أخرى السيد حسن أبو هنية، المحلل السياسي والاستراتيجي من عمان. سيد أبو هنية، كنت سألتك عن ردة الفعل الإيرانية أو مدى قبولها أو يعني تعاملها مع هذا الإصرار التركي الآن وعلى المشاركة في هذه المعركة، معركة الموصل. لا أعتقد أنها يمكن أن تفعل شيء، يعني لا غير وارد أن يحدث هناك مثلا صدام، ربما سيجري الأمر، ربما يعني بعض التنازلات، وبالتالي ربما يعني يحدث نوع من التواصل وتحديد بعض النقاط، ولكن لا يوجد هناك، لا أعتقد أنه يمكن أن يذهب أي طرف بنحو مثلا السودان، وبالتالي في النهاية سيتم تذليل بعض العقبات، وخصوصا مع إصرار يعني المكون السني والعربي على مشاركة تركيا بشكل أساسي لخلق حالة من التوازن. ولذلك أعتقد هي عملية فقط يعني ضغوطات وشد أصابع لتحديد مكانة كل يعني طرف من هذه المعركة، ولذلك تذليل صعوبات يعني سيد أبو هنية. يعني هل يعني ربما ضغوط إيرانية على العبادي ليقبل بذلك، أم في إطار آخر برأيك؟ لا أعتقد أن الأمور يعني مجمل الأمور، على الرغم من وجود يعني إيران وسيطرتها الكبيرة على الحكومة العراقية، لكن أعتقد أن اللاعب الأساسي في النهاية الولايات المتحدة، ومعركة الموصل هي معركة أمريكا بشكل أساسي في تنظيم الدولة، وهو من ينسق بين كافة الأطراف، وبالتالي هي الأمر في النهاية يعود إلى أمريكا. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني كانت لديها صحيح تعليقات وبعض التحفظات، لكنها أشارت أنه لابد من التنسيق مع الاتحاد الدولي أو خطأ الموافقة أو ضمن الكردية، بمعنى أنها يعني لم تتحدث بلهجة أكثر راديكالية، إنما يعني فتحت
الباب نوعا ما ربما لاستخدامه. واعتقد انه لم يكن ليتجرأ حيدر العبادي على هذا الموقف ولا حتى البرلمان الا الاحساس بان هناك محاوله استبعاد من قبل امريكا بالمكون التركي، ولكن اعتقد هذه الكلف عاليه، وبالتالي لا اعتقد وخصوصا مع قرب بدء العمليه يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تدخل في مزيد من المشاكل مع تركيا، وخصوصا بعد ما حدث بعد الانقلاب وكذلك بعد ما حدث مع قوات درع الفرات ودعم امريكا لقوات سوريا الجديده مع المكون الكردي. اذا كل هذه التعقيدات تجعل من امريكا تريد ان تنفذ عمليه نوعا ما ناجحه، وبالتالي يعني يصعب ان تدخل في عمليه كسر عظم، وبالتالي سوف تتم الضغوط على كافه الاطراف، وبالتالي يتم تسويتها وفق اطر التوافقيه. دكتور فايز خطاب، مع الموقف الامريكي اللي تحدث عنه السيد حسن ابو هنيه، يعني ربما هذا الازدواج في التعامل في شمال سوريا تدعم الأكراد وتقول أنها دعمت تركيا في عملية درع الفرات، الآن تشير إلى أن تركيا يجب عليها أن تنسق مع بغداد، يجب أن تكون ضمن التحالف الدولي، وتحدثت أن القوات التركية الموجودة في بعشيقة ليست جزء من هذا التحالف الدولي. برأيك هذا الدور كيف يمكن أن يؤثر على أو هذا الازدواج كيف يمكن أن يؤثر على معركة الموصل؟ هو سيؤثر بشدة كما ذكرت، لكن ليس غريبا على واشنطن والولايات المتحدة أن تكون لديها معايير مزدوجة، فهي عرفت عبر تاريخها الحديث أنه تستخدم المعايير المزدوجة في كل المسائل. واحنا لدينا طبعا شواهد تاريخيه عندما نقارن الصراع العربي الاسرائيلي، نجد ان هناك معايير مزدوجه، نجد انه هناك معايير مزدوجه في الجرائم اللي ارتكبتها في فيتنام، ثم الجرائم اللي ارتكبتها في العراق وغيرها وفي افغانستان. هذا موضوع الحقيقه معروف عن الولايات المتحده، لكن الولايات المتحده امام قضيه العراق هو يعتبر منظومه انشئت بهوى امريكي بعد 2003. يختلف عن سوريا ما زالت ضمن أجواء معينة، ضمن أجندة معينة، ضمن تخطيط معين، ولهذا تجد صراعات مختلفة، وروسيا تدخلت وغيرها تدخلت، بينما لا تجرأ روسيا على التدخل في العراق حتى في موضوع محاربة داعش وإن طلبت ذلك. هذه ضمن هل يأتي هذا ضمن توزيع الأدوار؟ نعم، هذه مناطق نفوذ، وهذه المنطقة محصورة بعد ما ذهبت أمريكا وبعض الدول معها بشكل منفرد وخارج نطاق الأمم المتحدة، ذهبت لاحتلال هذا البلد. إذن هي تقول هذا البلد من حصتي وأنا أدير المسائل فيه وأختار من ينوب عني. اختارت إيران، اختارت بعض العناصر الأخرى للعب أدوار في العراق لتخريب العراق أكثر من أجل أن يبقى هذا البلد خارج الحسابات الخاصة بالأمن القومي العربي وحتى الإقليمي. موضوع الموصل الحقيقة موضوع أعتقد تركيا تستبعد من عنده، لأنه تركيا بدأت تمارس دور إقليمي أكبر من المرسوم لها، ويتوقع أن يكون لها دور أكبر من حتى الحالي نتيجة عناصر القوة اللي ذكرها الأستاذ حسن أبو هنية، عناصر القوة والمؤهلات الخاصة بهذه الدولة الاقتصادية والعسكرية والبشرية وكل العناصر الأخرى اللي تمكنها من أن تكون دولة إقليمية قوية بامتياز، حتى على حساب إيران لا تمتلك العناصر التي تمتلكها أنقرة. مع هذا أنقرة تنظر بعين الريبة إلى واشنطن، وأعتقد أنه حبل المودة وإن كان هو ضعيفا في الفترة الماضية، لكن هو أقرب إلى القطع في الفترة المقبلة نتيجة شكوك كبيرة لدى الرئيس التركي والعناصر الأخرى الموجودة في القيادة التركية من نوايا أمريكا في تقليم أظافر تركيا كما ذكرت. نعم. ولهذا هو يلعب على وتر موسكو. ذهب إلى موسكو قبل أيام من أجل أن يقول نحن دولة قادرة على إنشاء تحالفات تضمن أمنها وتضمن تفوقها الإقليمي في المنطقة. نعم، وضمن هذه العناصر عناصر القوة ربما تأتي التحالفات الإقليمية، وهنا يعني وجه سؤال للسيد حسن أبو هنية عن الدور العربي إذا تحدثنا بالتحديد عن دول الخليج، المملكة العربية السعودية بالتحديد، ويعني تسأل بعض لماذا يغيب هذا الدور الآن فيما يتعلق بمعركة مهمة كمعركة الموصل ستتحدث بناء عليها يعني أمور كثيرة تتعلق بالعراق وسوريا.
اعتقد ان العالم العربي يعيش في اسوء حالاته، لا ننسى ان هناك دول العراق، سوريا، ليبيا، اليمن تتعرض لحاله من الفوضى، في مصر عدم الاستقرار، وبالتالي بعد الانقلاب الامور في العالم العربي في غايه السوء. ربما الدوله الوحيده كانت دول السعوديه، لكن السعوديه تورطت او منخرطه في حرب مع الحوثيين مع تحالف الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبالتالي هي تقع تحت ضغوطات. هناك تحولات في الموقف الامريكي من السعوديه خصوصا بعد اقرار قانون جائزه العداله ضد دعاة الارهاب. هناك ارهاق في الميزانيه، السعوديه الان اعتقد لا تستطيع ان تتداخل بشكل مباشر لا في سوريا وفي العراق، ولذلك شاهدنا هناك تراجع في الدول السعودي. باقي الدول العربيه نعلم انها ليس هناك حضور الا في اطار التنسيق مع ما يسمى قوات التحالف الدولي برعايه الولايات الامريكيه، التي هي بعض الدول العربيه هي جزء من هذا المكون، سواء كانت الاردن او قطر او الامارات او السعوديه، ولكن اعتقد المشاركه لا رمزيه فقط لاضفاء نوع من الشرعيه على هذا التدخل باعتبارها دول سنيه، ولكن ليس هناك دور حقيقي للعرب على الاطلاق في تركيا في المساله العراقيه، وهي اعتقد احيانا تصبح عوامل تأزيم حتى في المرحله السابقه. الدول العربيه في حاله من العجز وفي حاله من الانشغال بحيث انها خارج الحسابات، بل ان معظم هي تحاول ان تحافظ على نفسها ضد الان التحولات الاستراتيجيه الكبيره التي حدثت في المنطقه مع تحولات مع توقيع الاتفاق النووي مع ايران، وبالتالي كل هذه التحولات جعلت من العالم العربي هو ليس في قدره على الفعل، وانما هو فقط اذا اخذنا يحاول ان يحافظ على نعم إذا أخذنا سيد أبو هنية يعني بعين النظر التقارب التركي السعودي خصوصا في الزيارات الأخيرة وما تم عنه من تعاون اقتصادي كبير وما يترتب عليه غدا من لقاء تركي خليجي في الرياض، هل برأيك يمكن أن يشكل هذا الدعم لتركيا في موقفها فيما يتعلق بالموصل؟ لا شك أن هذا الأمر مهم جدا، ولكن نحن نعلم أن هذه عناصر الثقة تحتاج إلى بناء طويل. شاهدنا خلال السنوات الماضية كان هناك شقوق بل حالة من العداء بين دول الخليج وتركيا. نعلم أن تركيا كانت تدعم ما يسمى الإخوان أو الإسلام السياسي والديمقراطية في العالم العربي، فيما دول أخرى الخليج كانت فضلت أن تقف على الجانب الآخر، ولذلك أعتقد هذا التحول ربما جاء بعد المواقف المصرية، وشاهدنا كيف تفوضت مصر إلى جانب روسيا ضد المجموعة العربية وتحديدا السعودية بخصوص الملف السوري، وبالتالي هذه إعادة بناء الثقة بين تركيا ودول الخليج وتحديدا السعودية تحتاج إلى زمن وتحتاج إلى عمل كبير، ولكن بالتأكيد هذا يعطي دفعة كبيرة لتركيا التي في لحظة من اللحظات وجدت نفسها معزولة عن العالم العربي، بل يتم تعريفها على اعتبار أنها دولة معادية. شكرا جزيلا. حسن أبو هنية المحلل السياسي حدثنا من عمان. دكتور فارس خطاب، فيما يعني يتعلق بالدول العربية ذكر السيد حسن أبو هنية غياب دور مصر سوريا وغيرها من الدول، لكن ربما الآن دول الخليج هي من تتصدر المشهد. التحالف العربي الذي كان في اليمن أو ما زال في اليمن، السعودية بدورها وبحجمها. هل تتفق مع السيد حسن أبو هنية في أن ربما هذا الدعم غير موجود بالنسبة لتركيا فيما يتعلق بهذه القضايا إذا أخذنا بالتحديد قضية الموصل؟ نعم، أنا أتفق مع الأستاذ حسن أبو هنية تماما، لكن أنا أتوقع، وهذا التوقع مبني على عوامل قراءة تحليلية دقيقة للموقف حاليا، موقف السعودية وموقف تركيا في نفس الوقت. أنا أعتقد أن اجتماع الغد، اجتماع يوم الخميس غدا، مجلس التعاون الخليجي مع حضور تركيا في الرياض كما تفضلت، سيخرج به بنتائج كبيرة جدا، ونتائج قد أيضا تذهل واشنطن وتذهل الآخرين تماما كما كانت. يعني اسمح لي عفوا دكتور، هي دائما هذه الاجتماعات أو اللقاءات سواء الثنائية تركز على الجانب الاقتصادي وتوقيع نعم. صفقات اقتصادية، صحيح، ويتم التقارب في المجال الاقتصادي. ماذا عن الجانب السياسي؟ هل تماما، لكن في ظل الظروف الحالية أعتقد سنشهد خلال الأيام المقبلة تحالفا سعوديا تركيا في وجود تركي على أرض الموصل أو شمال العراق، وسنشهد دعم بأقل تقدير بالطائرات السعودية في حال قيام معركة لتحرير الموصل. ذلك لسببين: السبب الأول إعلان التضامن
مع موقف تركيا في موضوع التوازن المذهبي والتوازن السياسي الخاص بدول الإقليم القوية التي هي تركيا وإيران تمثلها في هذه المعركة. والسبب الثاني أيضا هي رد اعتبار للمملكة العربية السعودية التي ترى أن واشنطن خذلتها في مواقف كثيرة ودعمت من تحت الطاولة الحركة التمرد الحوثية والرئيس السابق علي عبد الله صالح عن طريق الضغط على ممثل الأمين العام في المفاوضات، وعن طريق تقديم مقترحات هي أقرب إلى الاعتراف بوجود الحوثيين كسلطة حاكمة في البلد في حين هي سلطة سرقت النظام الشرعي. أمور كثيرة الحقيقة سيجد البلدان، وأقصد هنا المملكة العربية السعودية وتركيا، سيجدان نفسيهما في حالة ملحة جدا لإعلان موقف مشترك، وهذا الموقف قد يعلن غدا أو بعد غد. وأنا على يقين أن الموقف هذا هو موقف سليم، لأن ظروف المرحلة وظروف وجود ممثل للعرب بعدما غيبوا تماما نتيجة ترهل الأنظمة العربية ونتيجة فقدان السيادة بمعناها الأصيل من دول مثل العراق وسوريا وحتى مصر واليمن ودول كثيرة وليبيا، فقدت الأمة العربية عناصر الحراك فيها وأصبحت تحت رحمة أنظمة هزيلة وأنظمة غير قادرة على أن تقول لا في الموقف الذي يستوجب أن يقال فيه لا. أعتقد أن السعودية محتاجة أن تثبت ريادتها للحال العربي في هذه الفترة، وأيضا أن ترد الاعتبار لنفسها بعدما أعلنت الولايات المتحدة مرارا عن عدم ارتياحها لموقف المملكة في إعلان تحالف سمي بعاصفة الحزم في غير الإرادة الأمريكية. يعني البعض قد يعتبر أن العرب غيبوا وتغيبوا أيضا عمدا أو ربما نتيجة لحسابات مختلفة. البعض ما زال يعتبر أن تركيا مثل ما ذكر السيد حسن أبو هنية هي من دعمت أو الإخوان سواء في مصر أو في تيار الإسلام السياسي بشكل عام، وهم يعتبرون أن هذا التيار يعني لا يحق له أو لا يمكن أن يكون طرفا في هذه الأزمات التي تعرض لها المنطقة، ويعتبرونه يعني مخالفا لما تم. كيف يمكن تجاوز هذه النقطة أساسا التي تشكل مشكلة في مصر وفي اليمن ربما أيضا؟ هذا تصويب دقيق جدا، وكمن يضع إيده على الجرح الخليجي بشكل خاص. دول الخليج العربي، أنا عندما ذكرت السعودية فيها فسحة من تطور الفكر الاستراتيجي أوسع من بقية الدول ربما، أما بقية الدول وخاصة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، البحرين، ما زالت ترزخ تحت مظلة تفكير محدد أنه هذا إخوان وهذا غير إخوان، هذا الإخوان ابعدوا عنا، هذا المو إخوان أو يحارب الإخوان كسبوه حليف. هذه العقدة الحقيقة أفضت إلى خسائر كبيرة لدول الخليج حتى من ضمن مجتمعاتها، لأنه عقدة الإخوان الحقيقة عقدة لن تنتهي، والإخوان هو عبارة عن تنظيم وليس نظام وليس شخص حتى يمكن القضاء عليه أو تصفيته. هذا تنظيم لا يمكن القضاء عليه، وتجارب التاريخ الحديث والقديم دلت على أنه التنظيمات حتى وإن بقي منها عشر التنظيم فهو قادر على النمو وبناء ذاته من جديد. إذن هذه العقدة أفضت إلى عزلة تامة لدول الخليج والدول الأخرى التي تنظر بهذا المقياس. المملكة العربية السعودية لديها قيادة الآن استطاعت أن تتحرر من هذه العقدة نوعا ما، وأعتقد أنه موقف مصر الرسمي الأخير من المشروع الروسي وحتى من المشروع الذي تبنته قطر والمملكة العربية السعودية بخصوص سوريا وعدم توقيع العراق ومصر عليه، أعتقد أعطى أيضا درس جديد للمملكة العربية السعودية لصانعي القرار أنه مصر بإدارتها الحالية لا يمكن الاعتماد عليها، ويمكن أن تذهب مليارات الدولارات التي تبرعت بها المملكة ودول الخليج سدى مقابل عدم نضوج القيادة الحالية في القدرة على اتخاذ قرار سليم. شكرا جزيلا دكتور فارس الخطاب المحلل السياسي على هذه المشاركة. أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن متابعتكم، ألقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.